بحلم بيك، انا بحلم بيك ويوم الجمعة مستنيك. جمهور النادي الاهلي بيحلم بالزمالك يوم الجمعة في نهائي كأس مصر، والاهلي بيتصدر مجموعته في افريقيا بعد الفوز على يانج افريكانز بهدف دون مقابل. مكاسب بالجملة بعد فوز النادي الاهلي النهاردة، وعلى احتفال عجين الفلاحة حسين الشحات بيحتفل بهدفه في يانج افريكانز. طب ايه هي مكاسب النادي الاهلي، وايه اللي مطمن جمهور النادي الاهلي عشان يحلم بنادي الزمالك يوم الجمعة اللي جاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد الخلق أجمعين، رسولنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستني أبو الصحاب، يلا واحدة زربو النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندين. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، النادي الاهلي كان بيلعب يانج افريكانز النهارده في دوري ابطال افريقيا. النادي الاهلي كان بيتصدر المجموعه قبل اللقاء ده ب9 نقاط، ويانج افريكانز اللي ضمن الصعود هو الاخر كان عنده 8 نقاط. والمباراه على مين يتصدر المجموعه، وطبعا مباراه زي دي وفي مصر النادي الاهلي مش هيضيع الفرصه دي عشان يكتب تاريخ جديد. ما هو النادي الاهلي من 2019 ما تصدرش المجموعه نهائيا. النادي الاهلي اللي بياخد كل سنه دوري ابطال افريقيا كان بيجي في دور المجموعات وبينهار، وبعد كده يجي له حاله فوقان ويفوق ويخلي كل الفرق قدام منه تنهار. السنه دي الاهلي عكس الايه، رغم البدايه اللي ما كانتش مبشره على الاطلاق للنادي الاهلي. يعني كان فايز فوز واحد ومتعادل 3 مباريات قبل افريقيا، وبعد كده يتصدر المجموعه ب 12 نقطه، فده مكسب مهم للنادي الاهلي، كان هدف اساسي لكل اللاعبين وللجهاز الفني. وبالفعل قدر النادي الاهلي انه يفوز على يانج افريكانز بهدف دون مقابل عشان يحقق زي ما قلنا اول مره صداره دور المجموعات من 2019. ده مش بس كده، ده النادي الاهلي بفوزه النهارده لاول مره من 2008 يعدي دور المجموعات بلا هزيمه. مكاسب بالجمله بالنسبه للنادي الاهلي، وثقه بيكتسبها مصطفى شوبير الحارس البديل للشناوي اللي بقى يعني اسد في عرين النادي الاهلي، وبيثبت انه حارس كفء ويقدر يقود يعني حراسة مرمى النادي الأهلي. وده اللي خلى جمهور النادي الأهلي يغني بحلم بيك أنا بحلم بيك ويوم الجمعة مستنيك. ما هو يوم الجمعة اللي جاي مباراة الكاس، نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، الفرقتين الكبار اللي هيلعبوا في دولة السعودية الشقيقة. وده اللي خلى جمهور النادي الأهلي بيبعت رسالة قوية لكل اللاعبين، رسالة طمأنينة وثقة ورسالة رعب وخوف للزملكاويه والنادي الزمالك. بيحلم بينا. بتحلم بينا ليه يا اخوي؟ عايز مننا ايه؟ هو ليه كل ماتش يبقى يوم جمعه؟ هو في ايه؟ وبعدين انتوا بتحلموا بينا؟ مش ممكن الحلم ده يبقى كابوس. يا رب الحلم بتاعهم يبقى كابوس. يا رب احنا غلابه، يا رب يا رب احنا عايزين نفرح، احنا جمهور الزمالك محتاجين نفرح يا رب. يا رب ما تشمتشهم فينا يا رب. يا رب بقى شفت يا رب بيفتروا علينا واحنا غلابه يا رب، احنا غلابه يا رب وهم بيفتروا. احنا كل اللي قلناه يوم ماتشنا قلنا لهم يعني الكاس يا زمالك الكاس انما هم بيغنوا لنا بيحلموا بينا يا رب. يا رب يعني بيخوفونا يا رب. اقف مع الغلبان يا رب وما تشمتهمش فينا. يعني يا رب يا رب يوم الجمعة حلمهم يبقى كابوس ويبقى حلم الأحلام بالنسبة لنا، ونحقق الحلم ونجيب البطولة من قلب السعودية. لحد هنا بتنتهي الحلقة دي، ويا رب تكون الحلقة نالت إعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما دعمش أخوه باللايك الجميل مستني إيه؟ يلا واحدة زربو النو على اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا.